قول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنان كانت بتسأل سؤال مهم قوي، وانا قلت لها ان انا هعمل لها بس عليه مخصوص. ايه هو بقى السؤال؟ اول حاجة بتسأل: يا ترى دلوقتي انا لما يجي لي صورة من عميل، والصورة دي هي عايزة تعمل نفس الشكل اللي أنا طالباه منها ده، يا ترى أنا هقلده كوبي بيست؟ حتى هي قالت بنفس اللفظ كده، هل هشف الديزاين هو ولا هشتغل من دماغي أنا وابدع واطلع اللي عندي؟ طيب افرض لو انا طلعت اللي عندي ده ما عجبش العميل وقالت لي لا دي مش الصورة اللي احنا مختارينها. طيب انا لو عملت كوبي بيست واشتغلت بنفس الديزاين بنفس الصورة بنفس الالوان وما ضفتش اي حاجة من عندي، انا فين بصمتي في الحاجة؟ فين شغلي انا؟ يا ترى لو كل الناس قلدت من كل الناس بنفس التصميم والديزاين، هل هيكون في ابداع؟ هل هيكون في فن؟ هل هيكون في روعة، وفاء، ابتسام، سهام؟ ولا كلنا هنبقى كوبي بيست من الشخص الاولاني اللي عمل التورتة؟ كلنا هنبقى كوبي بيست. طيب الديبندز بقى. بص يا ستي، اول حاجه اعمل بمزاجي ولا على حسب الديزاين؟ ده بيتم اول حاجه بالاتفاق مع العميل. لازم اكون متفقه مع العميل. يعني لو العميل قال لي وليكن انا عايز فكره معينه، فكره مثلا بنوته لابسه طاقيه وعلى طاقيتها دي في شويه ورد، انا الفكره دي انا عايزاها، اقول له اوكي. يعني انت مهتم بالفكره مش مهتم بالتصميم. يعني انت قلت لي وجهه نظرك وانا اللي هعمل التصميم، واتكلم كده، يعني ابقى حاطه النقط على الحروف علشان ما يفهمش حاجه تانية. لو قال لي اقول له حلو قوي، يبقى الديزاين ده بتاعي، يبقى التصميم بتاعي، اختيار الالوان بتاعي، اعمل الطاقيه صغيره ولا كبيره بتاعتي، حط ورده احمر ولا اصفر بتاعتي. كل ده بتاعي مش بتاعك انت. تمام تمام. يعني مثلا بمعنى لو هو اختار الصوره دي، قال لي انا عايز بنوته اهي وعلى راسها طاقيه وفيها ورد، جميل. لو انا متفقين ان انا والعميل على ان دي الفكره، بس هقول له انا مش هعملها كوبي بيست، انا مش هاخدها بنفس المنظر ده، لا ده انا هغير فيها، ده انا هعملها لك كده. انا هنا عملت ايه؟ خليت الطاقيه اكبر ونازله مايله بدوران بتاعتي، حطيت ورد احمر وحطيت ورد اوف وايت وعملت معاه ورق شجر. هنا ما كانش فيه الكلام ده، هنا كان الورد مختلف تماما عن الورد في الصوره دي. تمام، ده حاجه وده حاجه. اذا التصميم بتاعي بس الفكره واحده، فكره بنت وعلى راسها طاقيه والحكايه والروايه. اغير بقى في الديزاين، اظبط، اعمل دي بتاعتي مش بتاعت العميل. احط لها فرانشه كده، احط لها مثلا طاقيه اكبر اصغر، الكلام ده كله بتاعي. طيب ده بالاتفاق مع العميل. طب افرض العميل قال لي لا، انا عايزها نسخة طبق الأصل من الصورة اللي أنا جايبها لك، أنا مش واثق في ذوق حد، أنا واثق في الصورة اللي أنا شايفها دي وعايزها بنفس اللون بنفس المقاس بنفس درجات الألوان، ما تغيريش في أي حاجة، أنا عايز المنظر ده. وماله، أهلا وسهلا. هجاوب أنا أقول إيه؟ بصي بقى يا ستي، وليكن هو بعت لي صورة والصورة دي كانت صعبة عليا. يعني ايه صعبة؟ يعني ما عملتش الديزاين ده قبل كده، من الاخر ما عملتوش قبل كده، ما اعرفوش ومش عارفة لسه هعمله ازاي، وحد بيقول لي انا عايزه نسخة طبق الاصل، يبقى انا هقبلها ولا مش هقبلها؟ هقول له لا والله انا مش هعرف اقبلها الا لو سبتني اعملها بطريقتي، وانت بتقول انت عايزها نسخة طبق الاصل كوبي بيست، هقلدها. تمام. طيب لو قال لي صورة، بس الصورة مش صعبة ولا حاجة، الصورة حلوة وسهلة وكل حاجة، بس هو عايزها نسخة. يعني ايه نسخة؟ زي ما قلنا نفس المقاس واللون ودرجات الألوان والورد والديزاين وكل الحاجات دي هياها. اوكي، انا هعمل قدر المستطاع. يعني ايه بقى قدر المستطاع؟ يعني هحاول اقرب بالديزاين بتاعي لاكتر شكل يشبه الصورة اللي حضرتك جايبها. لكن ان انا اعملها لك كوبي بيست، يعني اطبع صباعي هنا احطه هنا هو نفس النقشه، ده مش هينفع، لان كل بني ادم فينا ليه لمسه. انا لما بعمل حله محشي اخده طريقتها من مامتي، عاملاها بنفس الطريقه اللي مامتي بتعمل بيها، بس مش شبه طعمه بتاعت مامتي، لان كل واحد فينا ليه نفس، ليه التكه بتاعته، ليه الحته بتاعته، على الرغم ان الطريقه واحده، على الرغم ان انت بتحاولي كل ده تعملي نفس الديزاين، لكن مش هيطلع نفس الشكل.
فلابد قوي قوي اني اوضح النقطه دي علشان ما يحصلش ديس ميستيك كده في الموضوع وما يفهمنيش وانا ما افهموش، وفي الاخر يقول لي لا ده التورته طلعت مش نفس الشكل اللي انا بعته لك. لا، انا موضحه كلامي من البدايه قدر المستطاع، مش هالف من دماغي، هروح ناحيه الديزاين بتاعك على قد ما اقدر، هجيب لك بنسبه 90% من الشكل. ال10% دول بقى دي فروق فرديه محدش يحكي معايا فيها. دي كانت نقطة مهمة. في بنت سألت عليها أكتر من مرة اسمها حنان، وأنا عملت لها البث ده مخصوص لأنها كانت متلخبطة قوي وبتقول هل لازم آخد الديزاين كوبي بيست ولا أبدع فيه وأطلع اللي عندي. فحبينا بس نوضح إن كل شيء لازم يكون بالاتفاق مع العميل عشان وقت استلام الأوردر يكون هو راضي عنه، لأن حرام هو دفع فلوس حاجة لازم ياخد حقها حاجة. تمام تمام. شوفي مثلا التورته دي اللي هي بتاعه الويفر بيبر مثلا. هنا الويفر بيبر كله مقصوص نازل كده على الجوانب ومعاه الورد من فوق هنا كده. تمام تمام. لو هو حابب الصوره دي اقول له اوكي هنعمل زيها، بس فرضا جدلا انا ما عنديش الفروع اللي فوق دي وما عنديش كل كميه الورد دي. تمام. فانا هقول له طب احنا ممكن نغير في الديزاين. تمام. ممكن اعمل دي رقيقه، هحط نفس الويفر بيبر وعندي ورده اللون ده وعندي السنابل دي انا هعملها. لو الفكره واحده حضرتك متفق معايا نتوكل على الله. انما قال لك لا انا عايز نفس النسخه، يبقى انت هتروحي عند بتاع مستلزمات الهدايا والتغليف والورد الصناعي وتجيبي الورده البامبا وتجيبي الورده الكشمير وتجيبي الورده البيضه وتجيبي الفروع اللي ورا عشان تعملي له حاجه نسخه طبق الاصل، والغاوي ينقط بطاقيته. تمام تمام. فدي كانت نقطة مهمة أنا كنت حابة أوضحها. دلوقتي بقى